سلام خواتاتي، كي راكم دايرين؟ لاباس؟ مريحين؟ الحمد لله. المهم خواتاتي، هاني عاود جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديده. اليوم خواتاتي جيتكم بحاجه حلوه واللي هي مادلينا مادلينا بدوق الشوكولا والقهوه. نبداو على بركه الله خواتاتي. هنا عندي الغيسيبيون تاعي، عندي 4 تاع البيضات، وهنا كنت عبرت بهاد الشوب. بصح هاد الشوب يرفد العبار كيما تاع الكاس تاع ام وليد. عندي كاس ناقص 2 تاع السكر، وكما قلت لكم 4 تاع البيضات. هكا خواتاتي نبقى نطلع في البيض والسكر، نطلع حتى يولي عندي حتى البياض كما نقولوا. اللي غادي ندخل لكم المقادير ومنظور راني نخدم. عندي كما قلت لكم عندي 4 تاع البيضات وكاس ناقص 2 تاع السكر. من بعد ما يبيض خواتاتي، من بعد ما يطلع نبقى نضيفو الزيت شويه ونطلعو كما راكم تشوفوا. هنا الزيت الثاني عندي العبر كاس ناقص 2 كما قلت لكم. هنا نبقى نضيف الزيت ونزيد نخدم مليح. وعندي 2 مغارف نتاع اللحظه دوك نوريهم لكم. في بلاصه الحليب نديروا اللحظه. هذا مكون كما نقولوا، هذا المكون هو اللي يخلي اللي يبغيو المسكوتشو نتاعهم ولا المادلين يجي لداخل ناشف، ما يجيش مزيت. في بلاصه ما ديروا الحليب ديروا اللحظه، 2 مغارف تاع اللحظه. يجي كما نقولوا المسكوتشه تجي خفيفه وما تجيش ميدمه لداخل، تجي ناشفه، تجي كما الجينواز. هنا كما راكم تشوفوا هي اللحظه. عندي 2 مغارف كبار. هكا نعاود نخدم بالباتر. هذه هي خواتاتي نديروا حاجه حلوه هكا لوليداتنا باش نفرحوهم هكا الصباح باش يتقهواو، باش حتى هما ان شاء الله يفرحونا في النتائج. وهنا خواتاتي كما قلت لكم انا كنت درتها بدوق الشوكولا، واللي تبغي ديرها نورمال دير قشور تاع الليمون ودير شويه تاع الليم، تعصر نص حبه تاع الليم مع لي زاست تاع الليم، ومن الفوق تزينها بالكونفيتور والواند كوكو. وانا اليوم بغيتها بدوق الشوكولا هذا والقهوه. درت هنا كنت درت 2 مغارف نتاع القهوه، استغفر الله ربي، 2 مغارف نتاع الكاكاو. نعاود لكم المقادير. قلت لكم عندنا 4 تاع البيضات مع كاس تاع السكر، نطلعوهم مليح. من بعد نزيدو كاس تاع الزيت ناقص 2 وحنا راحنا نخدمو نزيدو في المكونات، ونزيدو 2 مغارف تاع اللحظه و2 مغارف تاع الكاكاو. وهنا كانت عندي القهوه خواتاتي طايبه، عاود زدت فنجان كما نقولوا هذاك الشوب العبر، نفس العبر ناقص 2 كما قلت لكم. وهنايا خلط غير هكا واحد التخليطه خفيفه. من بعد نبقى نضيف الفرينه. انا ما عبرتش خواتاتي، ما نخدم غير عيني ميزاني. بصح دوك نوري البنياتي اللي راهم عاده يتعلموا طبيعه الحال. خواتاتي كاع تعرفوا تخدموا المادلين، يعني نفهم البنيات الصغارات اللي عاده يتعلموا، نوريهم كيش يديروا كما نقولوا كيش تكون العجينه في التالي، الخليط نتاعهم كيش يكون. وهنا يزيد خماره تاع الكاطو. نقدر نخلط غير بيدي، نخدم غير بيدي. وتكونوا دايرين الكوشه نتاعكم تحمى. من بعد تنقصوا لها كي تحمى مليح، تنقصوا لها. انا خواتاتي كما راكم تشوفوا راني ندير نخلط. وهنا نوريكم شوفوا الخليط نتاعي كيش يكون في التالي. ما يكون ما يتقيل ما خفيف. كي نشكلو رقم 8 كما هكا يقعد كما هو.
وتكونوا دهنتوا بطبيعه الحال المول نتاعكم هكا بشويه نتاع الدهان ودردرتوا عليه هكا الفرينه. هي ونفرغوا هذاك الخليط نتاعنا. ونديروه يطيب في الكوشه. هذه هي على نار مهيله. بعد كي تشوفوا العجين هذيك المسكوتشو نتاعكم طلعت، اسمحوا لي خواتاتي راني عاده نتعلم نهضر كيما نقولوا عاده مبتدئه. نتمنى ان شاء الله التدعيم، دعموني ديروا لي اشتراك ان شاء الله. عندي بزاف وصفات كما قالوا، عندي افكار نشارككم افكار كما نقولوا وصفات وروتينات. هذه هي خواتاتي. وهنا هكا نضربوا المول تاعنا كيما نقولوا باش ما تجيش طالعه من جهه وجهه حاها وهابطه. وهنا هذه هي النتيجه نتاع المادلينا نتاعنا كيما راكم تشوفوا. شو جات ناشفه من داخل، تجي طالعه ما تجيش مزيته ولا. هنا كنت قسمت لولادي